اشترينا فلتر أخيرا، تعالوا يلا باركولنا. بس ما تباركوش قوي قوي غير لما اقول لكم تجربتي معاه الاخر عامله ازاي، بعد ما اركبه وندوق ميته ونشوف الميه عامله ازاي. ده فلتر اكوا وان، 5 مراحل، في منه 7 وفي منه 3 وفي منه 5. احنا صراحة جبنا ال5. بس بيقولك المفروض بتركبي الفلتر على حسب درجة الملوحة عندك في البلد اللي انتي قاعدة فيها، لأن كل محافظة غير المحافظة التانية. في محافظات درجة ملوحتها عالية وفي محافظات درجة ملوحتها كويسة. كملوا الفيديو معايا للآخر واعملوا متابعة القناة واشتركوا واكتبوا لي تعليق حلو زيكم كده. أنا جبت ال5 مراحل ده، هقولك بعد ما أركبه هقولك تجربتي معاه عاملة ازاي. هو اسمه أكوا وان. كده احنا ركبناها اهو، هنبدأ نشرب بقى ونشوف المية ايه. طبعا هو بيقولوا لك انت متعودة على مية معينة وبعد ما بتدوقي متى تستغربيها، ده ماشي انا معاكم فيه. احنا كده ركبنا اهوت. الصراحة يعني عن بتاعت انا، ركبوا ال7. ال7 احسن بكتير كتير 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 كتير، ما تركبيش ال5. او بمعنى اصح اسمعي كلام اللي بيبيعلك الفلتر او اللي بيبيعلك الفلتر، هو بيبقى ادرى بالاماكن اللي ينفع يتركب فيها 5 وبالاماكن اللي ينفع يتركب فيها 7. هو اللي انا اشتريته منه قال لي احنا في البلد اللي احنا فيها المحافظه اللي احنا فيها، احنا درجه الملوحه عندنا عاليه حبتين 3، فخدي ال7. بس انا كنت عندي تجربه مع ال5 ده وكان عاجبني جدا 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 قبل كده يعني، بس ما كانش عندي انا شخصيا، بس يعني كان عندي ناس اعرفهم وكده وكنت بشرب منه، كانت الصراحه ميته حلوه جدا. بس بعدها لما انا جبت عندي ما عجبتنيش الميه. مش النقاء اللي بالك فيه اللي هو النقاء العالي قوي ده، لا، في برضو الملوحة عالية جامد عندنا في المحافظة اللي احنا فيها. فانتي لو هتشتري فلتر، نصيحة مني شوفي بتاع الفلتر اللي انت هتبيعيه اللي انت هتشتري منه هيقولك ايه، وبناء عليه اعملي زي ما هو بيقولك. ادي العيش لخبازه.